صعبة السنة ما بتحسش؟ بس أمل، في أمل. بص لي كده شوية. حاسس بإيه؟ بص لي كده وبص لي. أنا عندي أمل كبير في ربنا. بس أنت بص لنا وخلاص، بص كده. سبحان الله عسل بشكل. طب بص لو مش باصص لي كده وناسي آخر حاجة أنت شفتها ورحت أنا وأنت عملناها سوا. فاكر دي؟ مش فاكرها. طب فاكر دي؟ مش فاكرها؟ والله حاسه انه هو أنا والله العظيم أنا كده أعصابي تعبت، أنا مش عارف أشتغل تاني. انا مش عايزه بس اعذب البني ادم اللي قدامي ده عشان ده ابن ناس، هو كان ابني او ابن غيري، كفايه اللي هو شربه. مش هقول لك اسلام، حاول تفتكر، حاول تشغل مخك وتتعب معانا شويه، تشغل مخك هتفتكر. احنا 26 سنه بنصلي، احنا بنموت كل يوم، احنا كل يوم بنموت، بس موت بالبطيء. لو ميت ودافنينه بايدينا عرفنا قدره فين وارتحنا، لكن احنا مش عارفين عنه حاجه. 26 سنه مش عارفين عنه حاجه، حي ولا ميت ولا عايش ولا واكل ولا شارب ولا متبهدل ولا مذلول ولا مرتاح، مش عارفين عنه اي حاجه. احنا كنا في الوقت العذاب في عز ما كنا بنتعذب كنا بنتمنى ان احنا كنا دفناه بايدينا وعرفنا مكانه فين ارحم. ساعتين من الدراما ثقيلة العيار عشتها مع أم ملهوفة على ابنها مخطوف منها من أكتر من 26 سنة. هي مقتنعة إنها لقيته بعد طول غياب، من أول ما شافته وهي متأكدة إن ابنها طارق. كل العلامات اللي قالت عليها موجودة فيه. منى أخت طارق هي أكتر حد وجع قلبي، هتتجنن على أخوها ومتأكدة إنها واقفة قدامه. ليه مش بيحضني؟ ليه مش بيبوسني؟ هو معذور، مش فاكرك ولا متأكد إنك أخته. فضل الموقف متعلق مرهون بحاجة واحدة بس، صورة الإسلام وهو صغير في نفس السن اللي اختفى فيه طارق ابن 6 أحلام. فضلت أدور على الصورة دي كتير كتير قوي، هو نفسه ما يعرفش إن أنا عرفت أوصل للصورة دي، بس لأن ربنا عالم بنوايانا وإن كل اللي يهمنا نلاقي الحقيقة، ربنا وفقني ألاقي صورة إسلام في تحقيق صحفي اتعمل ساعتها على القصة بتاعته، هو ومجموعة أطفال تانيين مفقودين من أسرهم. دي صورة إسلام لما كان في عمر طارق. أخدت الصورة وطلعت اسكندرية أوريها ل6 أحلام عشان تعرف الحقيقة، إسلام مش طارق. فاكر محمد الحمد لله. عامل ايه؟ يعني ربنا يطمنك يا رب. أنا كنت في موقف امبارح مش عارفة أقول لك، يعني أنا عيطت عياط 36 سنة لما أنا الضغط والسكر عالي عليا وجايبيني من عند الدكتور لسه من شوية. ألف سلامة عليكي. فأنا بحاول أتمسك عشان إخواته لأن هم من امبارح منهارين، وخصوصا أخته منى، عشان خاطري وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر أنت
حاولي تدوري لي على ابني. انا ما كنتش عارفه اوصل لاي حد، انا لما كنت بشوف اي برامج في التلفزيون بقول ده كلام وخلاص، لكن انا اوصل للناس دي ازاي؟ فهي جت على اهون سبب. فارجوكي انا بقولها لك انت بقى، مش بقولها للورق اللي انا كتبته قبل كده. اعتبر ده نداء من قلب ام محروق بقى له 27 سنه. ساعدوني ارجوكي ساعدوني. والله لا اعمل اي حاجه في امكاني عشان اساعدك، مش انتي بس، كل الامهات اللي راح منهم ولادهم وكل الاطفال اللي مش عارفين يوصلوا لاسرهم. ده اسلام وهو صغير، وده طارق في نفس السن. طيب اسلام ما طلعش طارق، وربنا يكون في عون الست احلام ومنى بنتها، وربنا يكمل صبرهم على بعد طارق ابنهم ويجمعهم على خير. طب دي أول أم طلعت مش هي، فاضل الأم التانية اللي من كتر ثقتها إنها أمه راحت معانا من اسكندرية للقاهرة بس علشان تتحط فيها حقنة في واردها ويتاخد منها عينة من دمها تتحلل وتتطابق مع عينة من دم اللي بتدعي إنه ابنها.